هذا البرنامج برعاية لولا. سريع سريع سريع، بتحبي في صحباتك اكثر حاجه بتحبيها فيهم شنو؟ من دون تفكير. طيب ده انا قلت لك يلا يلا دقيقه. طيب اوكي. انه ماي سبورت سيستم، اها، ماي سيف سبيس. وثاني وغير كده انه الاصحاب انا بحسهم انه العائله اللي احنا اخترناها بنفسنا، يعني زي ما بختار اهله لكن بقدر اختار اصحابه. صراحة يا لولا اختصرت الصداقة في 3 جمل حلوة شديد. I totally agree with you. بقول لك أساساً الشخص عبارة عن ال5 أصحاب اللي حوله، لأنه كده. أنت أصحابك ديل بتقضي معظم وقتك معاهم، بتسمع نصائحهم، بتكتسب العادات الفاليوز دي كلها منهم برضو. بالضبط كده. بالضبط كده. بما انك انت قلتي ال3 حاجات الجميله في الاول ديل، فخلينا نتناقش فيهم اكثر. يلا. انت يعني ليكي شنو سبورت سيستم؟ طيب انا بالنسبه لي السبورت سيستم دي، يعني مثلا انا كان في وقت من حياتي كان وقت صعب شديد، كان عندي موضوع في حياتي عشان انا اتخطاه اخذ مني وقت وقت وقت. انا كنت كل مره عندي اصحاب محددين، كل مره بمشي اشكي لهم نفس القصه وابكي لهم نفس القصه. هم عمرهم ما زهقوا مني، عمرهم ما قالوا لي كفايه، بل بالعكس دائما كانوا بيحاولوا يشجعوني، ولا الموضوع ده حيعدي وانت يعني بيحصل لك احسن من كده، يعني دائما كانوا بيدعموني. يعني في اوقات صعب انا حتى الشغل ما كنت قادره اشتغل، هم كانوا بيساعدوني ان انا اقدر اشتغل، يعني كانوا بيعملوا لي حاجات كثيره في حياتي تاكدت انه يس ده السبورت سيستم بتاعي، ده الاصحاب الحقيقيين اللي دايراهم. وزي ما انت قلتي انه الانسان على حسب ال5 اشخاص اللي حوالينك. الاصحاب ذاتهم ممكن يكونوا مصدر دعم لك انك تكون احسن حاجه في نفسك، صح، عرفتي؟ ممكن تطور من نفسك، او ممكن كمان شنو يرموك الارض. فانا بحس انه حتى اختيار الصاحب ما بيكون بالساهل، داير مواقف وداير تفاصيل كثيره لحد ما تتاكد انه ده صاحبك الحقيقي ولا لا. يعني من زمانك انا زول محظوظه جدا في اصحابي، ودي حاجه بحبها شديد ما شاء الله. والحمد لله ما اعتبر قبل كده اتصدمت في صديق او صديقه، ما حصلت لي الا حاجه بسيطه. فهل انت وضحها قبل كده اتصدمتي في صديقه ليكي؟ جيتيني في جرح، جيتيني في جرح صراحه. أوكي. انا مره اتخذلت وكانت خزله كبيره شديد من صاحبه كانت لي قريبه جدا، وعملت حاجه انا ما توقعت انها تعملها اساسا. عمل شنو؟ ولا اي وحده في حياتي انها ممكن تعملها. لكن هي صراحه الانسانه دي ما في حياتي حاليا. طيب بقدر قلت الموقف صعب يعني ايش كان شديد، فهسه انا حاحكي لك وانتي احكمي بنفسك. يلا. البنت دي من كتر ما هي كانت قريبه مني سافرنا مع بعض لبلد ما حقول اسم البلد، وكنا نازلين في نفس الغرفه. يلا انت عارفه لما تكون اجازه الناس بتطلع بتصرف، لكن انا لاحظت انه في القروش شويه كانت بتنقص بصوره ما طبيعيه. بتهزري؟ يس. انا من النوع يلا مع صحباتي بعد مثلا قروشي لانه بكون مؤمنه. يعني انت قلتي اصحابك ده السيف سبيس، بالضبط وانا كده. صحباتي ده الماي سيف سبيس، يعني اي حاجه عندي بامنهم عليها. يعني ما بفتكر انه 1% انه واحده من صحباتي تعمل حاجه زي دي. المهم يا ستي بعد ما لاحظت انه في حاجه غريبه حسبتها، بدات احسب قروشي وفعلا اتاكدت انه بتنقص بزياده ما طبيعيه. بدأ طبعا الشك يدخل في قلبي شوية صراحة. يوم سبحان الله يعني ففي يوم أنا صحيت من النوم في نص الليل، صحيت من النوم وشفتها بتاخد حاجة من شنطتي. يس. أنا دائما كنت بنوم بدري يعني قبلها، وأنا كنت مستغربة إنه ليه بتساهر للدرجة دي، وحتى كان إنه مثلا بيأثر علينا في الطلعات حقت اليوم الثاني، فدائما بسألها إنه لا نومي بدري، فكانت بتساهر. المهم انا لما انا من الصدمه ما قلت اي حاجه. اعمل نفسك ميت، رجعت لنومتي. عرفتي اعمل نفسك ميت، لانه بجد ما عرفت اساسا كيف اتصرف في الموقف. انا كان من الموقف ده المفترض اوقف علاقتي بها، لكن يعني استمريت في العلاقه يعني بتاعت صحوبيتنا دي، وخذلتني تاني في موقف مع صاحبتي. يعني فعلا فرقت بيني وبين يعني واحده صاحبتنا ثالثه، فانا وقفتها تماما. بصراحه موقف سيء جدا يعني، فكانت صدمه لي. بس يعني تخيلي صاحبتك انت مؤامناها وقاعدين في غرفه واحده، فهي سرقت منك قروش، يعني ممكن كانت تعمل حاجات ثانيه كثيره كعبه شديد. بالضبط. والله صراحه خذلان الاصحاب ده انا بحسها حاجه سيئه، يعني ناس كثيره بيكسروا حقيقه.
انا ما حصل لي موقف حقيقي كده ممكن اقول انه اتخذلت الخذلان الصعب ذاك. حاجه كبيره. يعني مثلا أوكي، زمان حصل كان شنو؟ عندي صاحبتي هي زي ما بيقولوا لسانها خفيف، والناس كلها كانت بتحذرني منها، يعني الزوله دي ابعدي منها او كده. انا طبعا زي ما انت عارفه انا بصدق اي زول، زمانك كنت بصدق اي زول، فانا كنت مصره انه انا ما شفت منها شيء كعب، ليه انا ابعد منها يعني، قد كان يعني وخذلتني، فانا اخذت منها موقف وبعدت منها من الوقت ذاك يعني، فبس ده كان الخذلان الوحيد اللي في حياتي. اعتقد انا يعني في ناس المفروض تفهم حاجه، انه احنا ما اي صاحب بنطلع معاه هو صاحب، صح. ولا الناس لازم تفهم انه في حاجه اسمها علاقات، معارف، دي اللي احنا ما ممكن نحكي لهم اي حاجه في حياتنا، ما ممكن نقدم اي تفصيله في حياتنا، ولازم تاخذ وقتك عشان تعرف صاحبك. وانت حاسه قلت صاحبتك دي خذلتك في السفر، انا بالنسبه لي اغلب اصحابي علاقتي معهم قوت وين؟ في السفر. يعني احنا لانه احتمال اغلبنا بنشتغل في مكان واحد، وغيرنا احنا كنا غير بنشتغل في مكان واحد، في اصحاب يعني صحباتي كميه اتاحت لنا الفرصه انه نسافر مع بعض. فالسفر مع بعض بوريك حقيقي معدن الانسان، بالضبط. بقول لك ما بتعرف معدن الانسان الا في الشدائد. يعني انا بالنسبه لي بعرف معدن الزول في السفر، يعني اي واحده من صحباتي سافرت معاها علاقتي معاها قوت جدا كمان. يعني انا باقي صحباتي كلهم دائما بنسافر مع بعض. ثانك يو. واحده من صحباتي هنا يا جماعه. بس حقيقي Yes. انت قلت الناس علاقتها ممكن تقوى الى انك بتتعرفي على بالضبط. الناس اكثر في السفر. بتعاشر Yes. الانسان، يعني التفاصيل، انتوا بتصحوا بتنوموا مع بعض، وزي ما قلت انا بكون خاطه قروشي، انا بكون قاعده في البيت على راحتي، في تفاصيل Yes. كثيره. يعني لو الانسان ده ممكن يأذيك باي طريقه إن كانت. انا تعرفت عليها كيف وتخزلت بالضبط فيها كيف كده. اساسا في السفر، لانه احنا كنا قاعدين مع بعض طوالي، عرفتي؟ فالقصص كثيره، والقصص في الموضوع ده ممكن تكون كثيره شديد، فخلينا نشوف الناس في احكي لنا قالوا شنو، يلا ونشوف القصص اللي وصلت لنا. يلا نشوف اول قصه وصلتنا في احكي لنا. قالت انا كنت من عائله ميسوره، شغاله لي سنين في محل، كنت انا مسؤوله من الحسابات، كنت بحب شغلي ومخلصه فيه شديد. يوم طلبت مني صاحبه المحل اني اشوف بنت تساعدها لانه كان عندنا ضغط في المحل. وقتها اختي كانت بتفتش في شغل، بس انا فضلت عليها صاحبتي وصديقه عمري بحكم الظروف اللي هي ماره بيها، وكلمت صاحبه الشغل وفعلا وظفتها معنا، علمتها كل الشغل، وكانت زوله ممتازه في شغلها ومع باقي الموظفين، سمعتها كانت طيبه شديد لحد ما بدت في يوم تتلاعب بالحسابات والفواتير اوكي. واتهمتني بالسرقه والنصب. ما عارفه ليه عملت كده، يمكن بسبب الحقد او الحسد او لانها كانت عايزه تاخذ مكاني للاسف. صاحبة المحل صدقتها وطردوني وفقدت شغلي، وبقت هي المسؤولة عن كل شيء، وانا خسرت سمعتي وثقة صاحبة الشغل، وكل الناس بقت شايفاني حرامية. ويعني هي قالت انا هي مظلومة، وبقت ما بتردد غير حسبي الله ونعم الوكيل في الظلم اللي حصل لها ده لانه ظلم اللي حصل لها ده. يعني انت متخيله الصدمه اللي اخذتها من صاحبتها، وهي انت لاحظت انه هي فضلت صاحبتها على اختها، فتعمل خير تلقى شر. ما دائما في تعمل ناس خير تلقى شر، هي شكلها هي بس ما قدرت من البداية تقيم انه صاحبتها ولا لا. عرفتي؟ ما بقول لك الصاحب ده ذاته في حاجات كثيره بتثبت لك انه ده صاحبك ولا لا. واضح انه البنت دي هي كانت حاسده عليها، يعني شايفه انه انت مثلا ممكن تكون في راسها ترجمت انه انا اولى، انت من عائله كويسه بتقدري اهلك يوفروا لك عيشه كويسه، ما انا اشتغل، ما انا اخذ مكانك. فده نوع من الحقد والحسد، بس ما اكثر ما من كده. بالضبط يعني واحده حاقده وحاساها. بالضبط كده. عرفتي يعني؟ فالله يعينها والله، الظلم حاجه سيئه جدا. لا ده موقف صعب شديد جداً جداً. وخذلان الاصحاب ده سيء يعني جدا مؤلم حقيقه، ما حاجه هينه حقيقه. يا طيب نشوف القصة اللي وصلتني أنا. مرة كنا في ملاهي أنا وصاحبتي، وكانت دي طلعة مخططين لها من زمان ومجمعين لها من مصروفنا وفرحانين وما سايعان الدنيا. صاحبتي مشت الحمام وأنا مستنياها وما منتبهة، صدمتها في وحدة وبدأت تصرخ وتقول كلام مستفز، فبدأت أرد عليها وأصواتنا علت. شفت صاحبتي من بعيد جارية، ولما وصلت ولقت الشكل طوالي دخلت معاي في الموضوع
والصريخ من دون ما تفهم اصلا الحاصل شنو، واي حاجه بقولها بتاكد عليها وهي ما عارفه اساسا سبب المشكله، ولما جت سكيورتي شهدت معاي كانها كانت من البدايه موجوده، وانا ماسكه الضحكه لانه الموقف جدي، لكن في قلبي بقول انه بالجد دي زولتي، لانه ما عرفت اساسا الموضوع شنو، بس شافت انا في مشكله طوالي من دون حتى ما تفكر دخلت في الدفاع. فعرفت انها زولة مواقف وبقدر اعتمد عليها، مع انه المشكله خربت لنا مزاجنا اليوم ده، بس بعدها كل ما نتذكر الموقف نضحك، ولحد الان هي اساسا ما عارفه سبب المشكله الاساسي شنو. دي قصه حلوه شديد. دي الصحبه الصح الاسم شنو بقول لها؟ العزوه الصح. العزوه الصح بقول لك شنو؟ انصر اخاك ظالما او مظلومه. يا اخي دي لذيذه شديد. دي صحوبيه كده ولا يعني بلاش؟ شوفي مواقف زي دي بتثبت لكي وبتوريكي يعني الكواليتي حقت الاصحاب اللي عندك في حياتك. فواحده زي دي اتمسكي بيها تماما، لانه الاصحاب بتعرفوا في المواقف. يعني شوفي دي يعني ما فاهمه اساسا القصه شنو، بس قالت صاحبتي في مشكله يلا انا داخله معاها، طبعا دايسه معاكي في كله يس. لا فصراحه دي الله يعني صاحبتك دي الله يخليها ليكي والله يخليكم لبعض اساسا. فانا حبيت القصه دي، قصه مفرحه صح حقيقه. طيب يا لولا، في ناس كتير بتستصعب او ما قادره تكون علاقات صداقه، والحاجه دي عرفتها لانه لما كنا بنعمل فيديوهات انا وصاحباتي سافر ومريم، كانت دائما بتجينا اسئله واستفسارات انه كيف علاقتنا قويه وكيف اساسا احنا تعرفنا على بعض وقدرنا انه نكون العلاقه حقت الصداقه دي. حلو. ففي ناس كثيره مستصعبه الحاجه دي وبتسال من النصيحه. فمن هذا المنبر انت بتفتكري انه كيف الواحد ممكن يكون علاقه صداقه قويه مع الناس؟ طيب انا بحس دايما في اختيار الصاحب عموما بيقول لك راقب اصحابك ديل دايما في المواقف عشان تعرف انه ده الصاحب الكويس ولا لا. يعني الصاحب الحقيقي بيظهر سواء كان في الفرح او الزعل، يعني بيفرح لفرحك وبيزعل لزعلك، دي بتكون واضحه جدا. عرفتي؟ يعني ما بحاول يقلل منك، ما بحاول يستخفى بيكي. لو انت مثلا بتحكي له اي قصه ما بيحكيها للناس بونساء، فهمتي؟ ودايما بيكون انه داير يدعمك وتكون دايما في احسن حاجه. واهم حاجه لما انت تكون بتفتش لصاحب كويس بمواصفات محدده، هل انت صاحب ده ولا لا؟ يعني ناس كثير يقول لك احنا ما عندنا اصحاب، انا ما كده، اصحابي خذلوني، اصحابي عملوا لي. انت ما ممكن تكون انت ذاتك فيك مشكله، انت ذاتك ما بتقدم لصاحب ده، انت بتكون داير صاحب يسمعك، داير صاحب يكون داعم لك في حياتك وكده. هل انت بتقدم الحاجه دي ولا لا؟ ففي ناس كثيرين ما بيقدموا الحاجه دي ومستنين انه الاصحاب هم دائما يكونوا هم بيساندوهم، دائما في اي وقت يسمعوهم وكده. وغير كده لازم تعرف انه صديقك ده ذاته عنده مساحته الخاصه به، عنده وقته، يعني هو لازم دائما يكون متفرغ ليكي. يعني انت عندك مشكله السنه كلها انا في ناس انانيه جدا صح؟ انانيه جدا. انت المفروض تسمعيني في اي وقت، لا انا ما المفروض اسمعك في اي وقت، انا عندي وقتي برضه الخاص. الناس لازم يعني تراعي لمساحه بعض. وزي ما قلت لك الناس برضه لازم تاخذ وقتها في انك تعرفي صاحبك ده، سواء تعرفيه صاحب كويس او كعب. المواقف كفيله جدا انه تبين لك ده الصاحب الكويس او الصاحب الكعب. الناس تنتبه على الريد فلاجز بالضبط كده. واصحاب الكويسين زي ما انت قبل قلتي انه اي خمسه هم اي انسان هو على حسب الخمسه اصحاب اللي حوالينه، ودي حقيقه على فكره. انت لو عايزه تكوني انسانه مثلا ناجحه ومتطوره في حياتك هتشوفي اصحابك اللي حوالينك عاملين كيف، هل هم دائما بيدعموكي انك تكوني احسن نسخه من نفسك ولا لا؟ يعني عايزه تقدم الوظيفه دائما بقول لك قدمي هنا، اعملي هنا، اقري الحاجه الفلانيه، يلا نعمل ده. فده انا بحس الاصحاب، انا غايته بحب اصحابي يكونوا عاملين كده وبفتخر بالحاجه دي شديد. يعني انا بكشر بيهم دائما في اي مكان، انا اصحابي شاطرين، اصحابي مجتهدين، اصحابي كده، فدي حاجه حلوه شديد. يعني الاختيار مهم جدا لازم على قولتك، انه لازم تشوف الصفات، انه لازم يكونوا ناس قريبين من نفس، عندهم نفس الفاليوز حقتك بالضبط كده، عندهم نفس طريقه التفكير، حتى لو في اختلافات طبعا في الاراء دي موجوده في كل العلاقات، لكن انه قيمكم تكون قريبه من بعض. بالضبط كده. وخذ وقتكم، يعني الواحد ياخذ وقته لحد ما يعرف انه ده الصاحب الكويس ولا لا. وزي ما قلت لك في البدايه، ما اي شخص احنا بنطلع معه ما ده صاحبنا. يعني ممكن تكون حقيقه عباره عن معارف بس ما اكثر من كده. وبرده في حاجه ثانيه، العلاقات في اي علاقه اخذ وعطاء. يعني انتوا اصحابكم ديل زي ما انتوا بتاخذوا منهم لازم تتاكدوا انه كمان بتدوهم، والعكس كده. صحيح. يعني كده. انت لو في انسان في حياتك بس بياخذ منك، انت في النهايه بتصل لمرحله حتزهج من البني ادم ده طبعا. بالضبط. فتاكدوا انكم يعني لو عايزين تكونوا علاقات صداقه قويه انكم بتدوا زي ما بتاخذوا. بالضبط كده. بالضبط. زي ما انت بتضرب وتحكي وتشكي، هو ذاته من حقه يضرب ويحكي ويشكي.
انت ما ممكن تاخذ بتاخذ بس ما بتدي. دي بتكون مشكله. يلا دي مشكله، ناس كثيرين انانيين كده انا بحسهم. وكمان عندي مشكله مع الناس السلبيين ودائما عايشين دور الضحيه ودائما بيشكوا. انا ما عندي مشكله هم في حد ذاتهم، لكن انا بحب انه يكونوا اصحابي صراحه. اللي هم اسمهم انرجي سكرز، عرفتي؟ ما بحبهم يعني يكونوا حواليه حتى يعني متعبين. في ناس بتقعد معاهم they drain your energy، بالضبط يعني كده. الانرجي بتاعتك بتخلص، فما تكون الانسان ده في حياه شخص ثاني يعني. بالضبط كده، بالضبط. يعني يكون في شويه ايجابيه. ايوه بنمر كلنا باوقات صعبه، لكن برضو الناس تكون عندها ايجابيه، فما تكون انسان جدا سلبي كده بتنفر الناس من حولك. صح. برضو كمان حاجه حابه اذكرها حاليا للناس اللي في المدارس في الجامعات، دي الفتره اللي الناس بتكون فيها صداقات بتمشي معاها لقدام. يعني انا صاحباتي القريبين مني شديد ماي بيست فريندز، يعني ديل البنات اللي انا اساسا اتعرفت عليهم في الثانوي. الفتره حقت الثانوي يس. فدي فتره مهمه جدا انه الناس تبدا تكون علاقات صداقه، لانه دي اللي حتمشي معاها لقدام. يعني صح الفتره صح دي صح. بالذات لانه بتكبروا مع بعض، عرفتي؟ حياتكم تبدا تتبني مع بعض، بتكون في ذكريات حقيقه. دي حاجه حلوه شديد. يس في الناس في الاعمار دي ركزوا انكم حتى تبدوا تكونوا. دي حاجه حلوه. انا برضو عندي برضو اصحاب، يعني انا عندي اصحاب برضو من الابتدائي. ايوه انا ماي بيستي مثلا من الابتدائي عرفتي، ما من الثانوي. عمر انا اللي بعرفها بالنسبه لي بعمر. يعني انا صاحبتي دي بقول لك من عندي ناس حرفيا من قبل ما حتى نبدا يعني ندخل المدرسه. بالضبط. يس. طيب أنا حسألك سؤال هو جدلي شوية. هل تفتكري في صداقة حقيقية ما بين الراجل والمرأة؟ بين الأولاد والبنات؟ صراحة يا وضاحة ده سؤال مهم جدا. أنا عندي صديق ليا قبل فترة كنا نتناقش في الموضوع ده. يعني أنا عموما أصدقائي الأولاد ما كثيرين يعني بالعدد، فبنتكلم في الموضوع ده وصراحة أقنعني بوجهة نظره رغم أنه هو شخص أوبن مايند جدا. لكن قال لي أي شخص أي شاب لما يحاول يتعرف على واحدة الطبيعي يعني مثلا بيكون مثلا في حالة إعجاب. لو ما معجب بك أنت بصاحبتك، لو ما بصاحبتك أختك. يعني ده في العموم، يعني عنده هدف، يعني في العموم بيكون معجب كده. فأنا قلت له لا ما لازم. قال لي لا ده هو ده بيحصل دائما. لكن أنا حسيت إنه الحاجة دي هي منطقية من ناحية. أنا أوريك وجهة نظري شنو. أوكي. يعني مثلا الأصدقاء عموما، يعني لو أنت مثلا لو عندي صديق ليكي بتتكلموا مع بعض من فترة للتانية، بتسألوا من أخبار بعض وكده، يس أنا بقول ليكي إنه دي في صداقة بين الراجل والمرأة. دي حاجة منطقية. ليه؟ لأنه أنتوا السنة كلها مع بعض. لكن تخيل إنه أنت عندك صاحب يا وضاحة يوميا بتطلعوا مع بعض، يوميا بتتكلموا مع بعض، بتتكلموا مسجات اليوم كله. الموضوع أكيد واحد فيكم حيكون عنده مشاعر للثاني. فهنا ما بصداقه بين الراجل والبنت، وحتى لو ما كانت في مشاعر ممكن تتخلق بسبب بالضبط كده. لكن لو الصداقه عموما موزونه وفي جاب فيها، يعني الناس من فتره لفتره بتتكلم وتسال من اخبار بعض، يس هنا في الحته دي ممكن. انا حاسباها هنا منطقيه كده. انا بتفق معاكي في النقطه الاخيره دي. يس شوفي احنا في 2025 خلينا نكون واقعيين، مش في التسعينات على قولتهم. تمام. ففي اختلاط في اي مكان، صح. في الجامعه، في المدرسه، في الشغل، لما تطلعي برا في الاماكن العامه في اختلاط، فدائما الواحد بيكون مختلط مع الجنس الاخر. ده طبيعي. تمام بالضبط. فبتتكون علاقات سواء زماله سواء اصحاب في يعني في المجتمع عموما. بالضبط كده. حلو. فانا ما مع نقطه انه كل واحد بتعرف معناها عنده مشاعر للثاني. لا انا ما بتفق مع الحاجه دي. في اولاد يعني اغلبهم بيكونوا مثلا كاختهم عرفتي. وانت ما في النهايه على قولتك يعني صح، يعني انت صاحبك لو عندك صديق اكيد ما حتعامليه كصاحبتك، لازم يكون في بينكم حدود. ما بالضبط. لكن ما هم دائما بيغيروها بالقصه دي، يقول لك احنا اصحاب واحنا بيستيز. يعني اوكي اصحاب اوكي، بيستيز دي انا بالنسبه لي دي هنا ما في بيستيز كده. اوكي ممكن يكون اصحاب لطيفين مع بعض، علاقه حلوه يس، لكن من الموضوع يبقى الناس كلوز شديد مع بعض، وواحد فيهم حيكون اكيد معجب بالثاني. يعني لما يكون في علاقه صح كلوز ما فيها حدود، ايوه صح. دي انا المشكله كلها في الحدود دي. صح بالضبط. لكن اهم حاجه تكون في حدود. بالضبط. يعني حتى مثلا بتلقي في شله مثلا فيها
يعني شباب فيها بنات، بتلقي حتى مثلا الشباب لو خاطبين متزوجين بيعرفوا زوجاتهم خطيباتهم. احنا عندنا كده على فكره. ايوه بالضبط، لصحباتهم اللي في الشله دي، عرفتي؟ أيوة فهي صح. صح في وجود الصداقه، لكن بتكون في حدود، في احترام، وفي اولاد محترمين جدا، ما شرط انه يكون عندهم لك حاجه، لا بالعكس شايفينك كاخت ليهم. بالضبط كده. يا بالضبط. فدي انا صراحه برضو رايي في موضوع الصداقه ما بين الرجل والمراه. طيب رايك شنو يوضحها؟ نمشي لفقرتنا المفضله حقت اللعبه. يلا 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 بينا. متحمسه؟ يلا. اوكي، انت تسحبي اول واحده ولا انا؟ ما عندي مشكله. اوكي يلا اسحبي. اسحب انا اول. الاولى شوف. بس. اوكي سأليني. لو حتكوني معزوله في جزيره لمده 5 سنوات وعندك اختيار شخص واحد يكون معاكي، فمن هذا الشخص؟ طيب من هذا الشخص؟ معزولة في جزيرة وبراي. ده خيار صعب، في ناس كثيرين هسه حاليا في بالي، لكن انا ممكن اخذ معاي صاحبتي مريم. اوكي ليه؟ لانه انا وهي اكثر اثنين متفاهمين في الحياه، وبعدين احنا الاثنين ما بنزعل من بعض كثير، فممكن نتشاكل، نفرغ طاقاتنا، نتشقلب والحياه حلوه. نتشقلب والحياه حلوه والحياه تمشي بيننا، دي حاجه. أوكي. الحاجه الثانيه هي يعني بما انه حنكون في جزيره معزولين، زوله حربيه. عرفتي؟ فانت معزوله في جزيره لازم تكوني مع انسان حربي، فهي حربيه وانا كانت برضه حربيه، فممكن نقدر نعيش في الجزيره دي برانا. طيب دي حاجه كويسه جدا. فانا حاخذ مريم صاحبتي. ممتاز. انت عندك زول في بالك ممكن تاخذيه؟ ليا اخليها وين؟ صح. ما عندي اوبشن. صح. ما عندي أوكي. اوبشن. فبس يعني اوكي خلينا نشوف السؤال اللي بعده. يلا. اوكي اوكي لو خيروكي يا لولا انك تعيشي 100 سنه زياده فوق عمرك، او تعيدي عمرك من الاول، اعيد عمري من الاول. ليه؟ بحس انه أنا في حاجات كثيره يعني لو ينفع مثلا امشي اغيرها. انا طبعا بتعجبني حاجه اللي هي آلة الزمن، بحب اي مسلسل عنده علاقه بآلة الزمن. انا بخليك ترجع لورا وتغير حاجات، وطبعا كلها يعني قصص كده من الخيال، لكن انا بستمتع جدا بالحياه زي دي. يعني انا لو في حاجه بالشكل ده كان ممكن تحصل في الحياه، انا كنت همشي واغير حاجات كثيره في حياتي، بغض النظر انها هتعمل شنو في الحاضر بتاعي، لكن كنت هكون مبسوطه من الحاجه دي. اوكي يعني حترجع بالماضي. ارجع الماضي واغير حياتي من اول جديد. اوكي. انا لا صراحه انا ممكن ارجع لا انه اعيش 100 سنه. طيب شوفي 100 سنه يعني شوفي انا الماضي ما خلاص عشته، فلسه في حاجات كثيره في الدنيا دي انا عايزه اعملها. اوكي الله يديني العمر الطويل يعني باذن ان شاء الله. لسه دايره اسافر، دايره استكشف، الدنيا دي كبيره شديد، العالم ده حاجه كبيره كبير، لكن يعني نهايه العالم قربت. انا حابه احكي لك القصه دي. يا ما تتشائمي يعني. انا واقعيه. ده سؤال انا واقعيه جدا يعني خيالي، فانا لا عايزه اعيش حلو. 100 سنه عشان استكشف اكثر صراحه. أوكي. حاسه انه في حاجات كثيره ممكن اتعلم منها في الدنيا دي، يس حلو. 100 سنه لقدام. اوكي اسحبي. اسحب انا. طيب لو خيروك بين الزواج من شخص تحبه او شخص يحقق لك جميع احلامك، انا عارفه ردك لكن ردي انت. ما هو ما في داعي تفضحيني. انا أوكي. تماما عارفه ردك. عارفه ردي. طيب انا عشان اكون صريحه وانسانه واضحه، تمام، انا حختار زول يحقق لي احلامي. تحقق لي احلامي ححبك ما فيها 2 3. هل انت مقتنعه انه الحب بيجي بعد الزواج؟ يس، وشفتها في ناس كتير. وانا شفتها في ناس كتيرين لا. يس. وانا شفتها في ناس كتيرين لا. اوكي. انا لا شفتها في ناس. شوفي اي انسان عنده تجربته الخاصه في الحياه، دي حقيقه. اي يعني احنا ما بنقدر نعمم. في ناس نجحت معاهم وانا بعرفهم صراحه شخصيا وما شاء الله زواجهم ناجح اكثر بكثير من الناس اللي كانوا مرتبطين قبل، كانوا مرتبطين وعلاقه طويله جدا وحب، دي حاجه جميله، وبعد الزواج ما قدروا يكملوا. تخيلي بس. Yes. دي حاجه جميله، دي حاجه نادره. وفي ناس انا برضو بعرفهم انه هم تزوجوا زواج تقليدي ولسه مواصلين، يعني هم ما منفصلين، لكن ما في حب، ما قدروا يتفاهموا. لا هم لكن هم زوجين كويسين يعني، لكن ما في حب. بيمشوا الحياه، بيمشوا الحياه، لكن ما في حب. احنا كويسين ويلا ربي العيال وكده، لكن ما في مشاعر. فانت حتختاري الاحلام ولا حتختاري انا برضه عارفه اجابتك، احلام يا بتخدي السؤال. بجد والله بس خجلتك. اوكي اخر سؤال حيكون منك انت. طيب
وده حيكون اخر سؤال في السيزون ده اساسا. نشوف اخر سؤال. طيب لو خيروكي بين ان تكوني شخص يخافه الجميع او يحبه الجميع؟ اوكي انا حاختار، دي سهله جدا، انا حختار انه يحبه الجميع. بالضبط كده. لانه حب الناس مهم، لانه ممكن الناس تكون بتخاف منك لكن ما بتطيقك، يعني بتكون انسان مكروه هاي تدعي عليك، يعني بتسبب لك مشاكل اكثر، فلا انك تكون محبوب من الناس دي حاجه احلى بقول لك يعني حب الناس غايه لا تدرك، لكن كونك تلقى ناس اساسا في الحياه دي بيحبوك دي ما حاجه سهله. بالضبط. فكلنا يعني لو يعني ربنا مش بقول لك يعني ربنا لما الانسان يدعي لك دعاء حلو يقول لك شنو؟ ربنا يحبب فيك خلقه. يعني الحاجه دي ذاتها ما سهله انه تلقى دائما الناس بتحبك وكده، فطبعا ما في انسان بيحب انه الناس تخاف منه. يا ديفينتلي. اوكي وانتم كمان يا جماعه ما تنسوا تشاركونا اجوبتكم في التعليقات، يعني احنا عايزينكم تلعبوا معانا اللعبه دي. اوكي. الصداقه علاقه جميله جدا مبنيه على الاهتمام والثقه والاحترام المتبادل. خذوا وقتكم تماما في اختيار اصدقائكم، وتاكدوا دائما انه في الصداقه الجوده اهم من الكميه. ووصلنا لاخر حلقه في السيزون ده. اتمنى انكم تكونوا استفدتوا من الكلام اللي شاركناه معاكم في الحلقات اللي فاتت والحلقه دي، واكيد حنرجع لكم مره ثانيه، ما حنقطع منكم لفتره طويله. فما تنسوا كمان تعملوا لايك شير وتعملوا سبسكرايب علشان يوصلكم كل الحاجات اللي بننزلها، وان شاء الله نكون كنا خفيفين عليكم ولذيذين واستمتعتوا معنا بالحلقات اللي قدمناها لكم. واخر حاجه قبل ما نختم يا وضاحه، بتمنى ان ربنا يصلح حال بلدنا ونرجع ملمومين كلنا، احنا واصحابنا واهلنا وكل الناس اللي بنحبهم في السودان الحبيب. ونشوفكم في السيزون الجاي. باي.